بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من السلسلة التي عنونتها بالحملة الفرنسية على الجزائر. وقد كنت ذكرت في الحلقة الخامسة الماضية، ذكرت أسبابا للحملة، ومنها السبب السياسي ومنها السبب الاقتصادي. وابتدأت في ذكر العامل الديني أو السبب الديني، لكن وقت ما سمح. وفي هذه الحلقة سأذكر العامل الديني لأهميته، وأريد أن أقول إنني بذكر العامل الديني لا أريد إثارة الأحقاد ولا تأجيج العداوة بين المسلمين والنصارى، ولا أريد مثل هذه القضايا إطلاقا، إنما أريد ذكر شيء مهم، وهو التناقض الشديد بين المبادئ المرفوعة أو الشعارات المرفوعة وبين الواقع المعاش، وبين والتطبيقات التي جرت على أرض الجزائر. وسأذكر هذا إن شاء الله أيضا في حلقات قادمة في التنصير وغيره. وأريد أيضا نبين حقائق للأجيال، لأن من مهمة التاريخ أن يعرض بدون رتوش كما يقال، أن يعرض بدون تقديم ولا تأخير ولا تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، أن يعرض التاريخ كما هو للأجيال، لأنه في الحقيقة ملك للأجيال، ليس ملكا لأحد. التاريخ بالمناسبة، وإن لم يذكر المؤرخ التاريخ على وجه الحقيقة ستلعنه الأجيال القادمة، وستتهمه بالخيانة، وستتهمه بالتحريف والتزويد والإنقاص والزيادة والنقصان والتبديل والتغيير. والمؤرخ من أعظم مهماته أن يسرد الحقيقة كما هي، لا بأس بإضافة العبر والعظات استنباطها من سرد الأحداث، لا بأس من التحليل لهذه الأحداث، كل هذا لا بأس به، لكن من أعظم مهمات المؤرخ على الإطلاق أن يذكر الحقائق كما هي، أن يضع نصب الأعين حتى تستفيد الأجيال. لأن من أهم الأسباب التي أدت بي إلى ذكر سرد هذه الأحداث التاريخية لا من أجل القص ولا من أجل ملء الفراغ والأوقات أبدا، معاذ الله، أريد شيئا أسمى من هذا. أريد أن تتعظ الأجيال الحاضرة، أن تنظر إلى عمل آبائها وأجدادها، أن تنظر إلى عمل أسلافها القدامى فتتعظ مما جرى، وتنظر إلى عمل أسلاف هؤلاء الفرنسيين وإلى عمل أخلافهم، وأيضا تتعظ مما جرى، فلا تعود تقع في الخطأ نفسه. هناك جملة أخطاء نحن وقعنا فيها، لا شك في هذا ولا ريب، ما عندي ريب في هذا، وسأذكر جملة منها. ومن المهم جدا لنا جميعا أن تذكر أخطاؤنا وأن تبين أخطاؤنا، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. لا بأس أن تذكر بعض الأخطاء وينص عليها وتبرز وتوضح وتحشد في الأذهان، هذا أمر مهم جدا ولا بأس به، لكن الخطأ، كل الخطأ أن يعمد إلى التغطية، وأن يعمد إلى ألا تذكر الحقائق على وجه مرضٍ. فأرجو أن يفهم هذا عندما أذكر بعض الحقائق عما جرى وبعض الأسباب التي أدت بالفرنسيين احتلال الجزائر. اسمعوا، يقول الأستاذ الكبير البشير الإبراهيمي العضد الأيمن للإمام عبد الحميد ابن باديس رحمة الله تعالى عليهما، وهما اللذان أسسا جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، التي كان أكبر الفضل في تنوير الشعب الجزائري وفي إيقاظه من غفلته وفي تحريكه بعد ذلك للثورة، كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى. يقول بشير الإبراهيمي، وهو بليغ كما هو معلوم، بليغ، كاتب بليغ وحسن الحديث وحسن الكتابة، يقول: إن احتلال الجزائر هو قرن من الصليبية نجم، أي ظهر وبرز، لا جيش من الاحتلال هجم. سمعتم المقالة الرائعة؟ إن احتلال الجزائر إنما هو قرن من الصليبية نجم، أي ظهر وبرز، إنما هو قرن من الصليبية نجم، لا جيش من الاحتلال هجم. وهو بهذا يلخص سنوات طويلة جدا في الحقيقة، ويلخص أسبابا كثيرة جدا، ويجوزها إيجازا رائعا بهذه الكلمات البليغة، بل بليغة جدا. طبعا يقول
جورج بيدو رئيس الحكومة الجزائرية في طبعا الفرنسية في الجزائر يقول عن الجزائر، وكان أيضا وزير خارجية الحكومة الفرنسية، يقول سيحطم الصليب الهلال. هذا متى؟ هذا كلام بعد أكثر من 100 سنة من غزو فرنسا للجزائر. فإذا كانت بعد 100 سنة من غزو فرنسا للجزائر يقول وزير خارجيته يقول هذا، ويقول أيضا هو رئيس حكومته فيما بعد يقول هذا، فلكم أن تعلموا إذن كيف هذه المشاعر كانت مفضوحة بعد 100 سنة من الاحتلال، فكيف كانت أيام الاحتلال وكيف كانت قبل الاحتلال. أما قبل الاحتلال فاسمعوا العجب هنا. يقول طبعا الغربيون يقولون أننا متعصبون ومسلمون متعصبون ومسلمون متطرفون ونحن ويصدق فيهم المثل العربي: رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. فهذا داؤهم، العصبية المفرطة والتطرف المفرط هذا داؤهم، وإن غلفوه اليوم يعني بالعلمانية وبالتلطف وبالبعد عن التطرف، وهذا الكلام الذي لا قيمة له عند التطبيق كما نعلم. هم يعني ما زالوا على عصبيتهم، ما زالوا على تطرفهم إلى يوم الناس هذا. وجاك سوستيل كان حاكما للجزائر يقول، أصدر كتابا بعد خروجه من الجزائر يقول: الصفحة لم تطوى بعد، الصفحة لم تطوى بعد. فهم يعني ما نسوا الجزائر اطلاقا، بالمناسبة ما نسوا، كما لم تنسى بريطانيا جوهرة تاجها وهي الهند. يقول الشارل العاشر وهو الذي أمر بالحملة، يقول: قبل 4 أشهر من الاحتلال بوضوح شديد إن العمل الذي سأقوم به هو ترضية للشرف الفرنسي، سيكون بعون العلي القدير لفائدة المسيحية كلها. إذن القضية قضية دينية في حس الساسة الفرنسيين، وأوضحوها وأظهروها بشكل لا يقبل النقاش ولا يحتاج إلى برهان. بعد ذلك قال بولينياك، وبولينياك رئيس وزراء فرنسا الذي جرت الحملة في أيامه وبإذنه بعد إذن شارل العاشر، قال: إن الحملة دفاع عن شرف فرنسا والدين المسيحي. يقصدون بشرف فرنسا هو وشارل العاشر ما سأذكره إن شاء الله تعالى بعد ذلك من قضية المروحة، والتي ضرب بها الداعي حسين الحاكم في الجزائر، ضرب بها القنصل الفرنسي دوفال، وقصة ستأتي إن شاء الله تعالى. فإذا يقول هي الحملة دفاع عن الدين المسيحي بكل وضوح. الجنرال دي بورمون قائد الحملة اصطحب معه 16 قسيسا كما فعل نابليون بالضبط. يعني يا إخوة ويا أخوات، التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، التاريخ يعيد نفسه كما فعل نابليون، اصطحب معه القساوسة والعلماء الطبيعيين واصطحب، وهكذا هذا دي بورمون اصطحب